في مفهوم منتشر كبير جدا عن الحب، بس مع الأسف غلط. لأن الحقيقة بتقول إن الحب مش إننا أبدا نوقف حياتنا ومستقبلنا ونختزله في شخص ونفضل نخنقه ونلحقه طول الوقت لحد ما يزهق. الحب الحقيقي هو إننا لما نكون سند لبعض وفي ظهر بعض لما نحتاج ده. الحب كمان هو إننا نستحمل بعض ونقبل بعض على كده طالما وافقنا على بعض، ولأننا كمان ببساطة مش ملايكة ومفيش حد كامل. الحب كمان هو اننا نعدي ازمات صعبه واحنا بنضحك. الافلام والمسلسلات بتصور لينا الحب في البدايات الحلوه بس، لكن الحب الحقيقي بيبتدي فعلا لما التتر يخلص والحياه اليوميه بتبدا. الحب مش كلمتين حلوين وخلاص، الحب هو قرار ومسؤوليه. فلو مستنيين بقى حد يكملنا زي الافلام هتتعبوا جدا. دوروا على حد يسندكم وتسندوا، مش حد يطير بيكم بكلمتين حلوين وتقعوا انتوا الاتنين مع بعض. الحب افعال مش كلام. وطبعا كلامي مش تعميم على كل القصص، اكيد في قصص حب واقعيه وحقيقيه وده شيء جميل جدا، بس مشكلتنا اننا بنعتبر الاستثناء بقى قاعده ونرفض الواقع الجميل اللي في ايدينا. ندور على صوره في خيالنا بس. قولوا لي بقى، ايه اكتر فكره شفتوها في المسلسلات والافلام وكنتم فاكرينها صح ولكن طلعت غلط؟ اكتبوا لي وهرد عليكم.